في كربلاء يعاني أهالي منطقة بدعة أسود من تلوث مياه الآبار، ما تسبب بتفشي الأمراض الجلدية التي فتكت بالمواطنين، فضلا عن حرمانهم من المياه الصالحة للشرب والجفاف الذي فتك بمواشيهم. من كربلاء جاسم الهميم. بدعة أسود منطقة منكوبة لا تبعد سوى بضع كيلومترات عن مركز المدينة، امتلأت أجساد ساكنيها بالأمراض الجلدية بسبب استخدام مياه الآبار المالحة نتيجة الحرمان من شرب المياه الصالحة. بدعة أسود محرومة، ما عدا بس الطريق جانا هذا شوية نفعنا، والله ما عدا المي، ماكو مي نهائيا، مي إسالة مجرد من الشارع تنزل كيلومتر بس، والأمراض الجلدية منتشرة بشكل. يطالب أهالي المنطقة الجهات الصحية بأن حياتهم ستنتهي ما لم تجد الحكومة المحلية حلا يقيهم من الموت البطيء نتيجة ما يفتك بهم من هذه الأمراض الجلدية. البيار ميهن مالح، يطلع كله شلون دهن، يوقف لا يفيز للزرع لا ونسبح به، وهذا كله أمراض جلدية ظهرت بجسامنا بأطفالنا. احنا من عب وجد بهالمنطقة ما وصلنا مي عسالة ولا شفناه. وهنا يكمن السبب في موت الحيوانات أيضا، فهي أكثر عرضة للموت في بدعة أسود نتيجة الحرمان من شرب المياه الصالحة بصورة تثير الخوف على الثروة الحيوانية. حلال مالنا مات من وراء مي الابيار. توش اول شيء لا عندنا مي لوله، لا عندنا مي نهر، تبهذلنا بهذله. الله وكيلك. توش والله كل هاي العالم كلها حلاله كلها فطس من وراء المي، يعني منطقه ميته خلاص هاي منطقتنا. تمتد آثار الجفاف لتفتك بالإنسان والطرق التي يعيش منها منذ الأزل، حيث تموت الحيوانات وتتحول الأرض إلى جرداء، ما يجعل الأهالي يستغيثون من مصير قد يجعلهم يطالبون مياه للشرب ولا يجدون غير العطش. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.